السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم غنديروا هذا السلو اللي هو بالحمص. اول مره تنديروا هذا بالحمص ونتمنى يعجبكم ان شاء الله. سلو اول مره غادي نجربه. المهم مني غادي تدير نديرو سلو راه عندي في القناه، باش هذاك راه غنضيفو تيجي غنقول لكم واعر كيفاش خطير، جا. تتمنى تدخلوا ليه وتاخذوا دوك المقادير راه نبداو على تيجيو بركة زوينين. الله. اما هذا بالحمص اول مره غادي نعملو فيه نص كيلو ديال الطحين محمر، وربعه ديال اللوز، وربعه ديال الزنجلان حتى هي محمره ومطحون، وربعه ديال الحمص محمر ومطحون، وربعه ديال السكر كلاصي، وهنا نص ربعه ديال الزبده ذوبتها، وغندير معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال النافع، وحبه حلاوه مطحونين، والزيت العود. خليكم معايا. نبداو دابا في المقادير على بركه الله. هنا قلت ربعه تاع اللوز، بسم الله. اللوز راه مفسخ ومقلي ومطحون. هذه ربعه تاع الحمص تا هو رطبته وخليته تنشف وحمرته في الفران وصيفته طحنته برا. وهذه ربعه تاع الزنجلان، كتبان قليله ولكن راه ثقيل. السكر كلاصي غادي نغربلو، غندير شويه الملحه الحيه. الملحه الحيه راه زوينه البنات، عودوا خدموا بالملحه الحيه راه مزيانه، تتباع مدقوقه اولا اللي يشريها حجره ودكها راسو. معلقه صغيره ديال القرفه طحونه بلديه مغربلاها، وهذه نافع وحبه حلاوه وجوج معالق. هادشي غادي نخلطو باش تفك هاد الزنجلان، هو اللي معلك شويه. بسم الله بسم الله، تنظن غيجي زوين. بقى الحمص هو اللي زايد. بزاف تيقول لي تتهضري بشويه وديت على الهضره هكايا، عرفت واش شي تيسمعني شي ما تيسمعني. دابا غنزيد الطحين، نص كيلو ديال الطحين، ربعه تبارك الله غادي يحوط. غادي ندوزو في الغربال الغليظ باش هاد الكويرات ما يبقاوش. بسم الله. باش تحلوا دوك الكويرات ديال الزنجلان. لا رقع اللوز هذا هكايا اللي مهروش غادي نرجعوه. نكب نص رابع هذه تاع الزبده، نبقى داك البلور تصفى البلور شتي ملي تذوب. نكمل بالزيت العود، تخلط على حساب كي تيبغي شويه ناشف. بسم الله. راني زدت الزيت البنات، زدتو. هاهي القرعه ديال كانت عامره، يعني بحال راه جايه الرابعه تاع الزيت اللي خدا، نزدت شويه، بقى غير شي شويه فيها جايه الرابعه.
اللي ما بغاش يدير زيت العود يكمل بالزبده، يعني ديري رابعه تاع الزبده. حقيقه راه طالع رخيص هاد السلو هذا، ما غاليش، ساعه رابعه من الحاجه. يمكن واحد يعطيه الكف ويدلكو. راه مخرج تبارك الله كميه لا باس بها، راه يعني نص كيلو طحين ورابعه راه بحال كيلو بشي حاجه، ولا 2 كيلو، يكونوا 2 كيلو دابا. راه تجمعت على الكا. ندوقو. والله البنات اللي زوين خطير، والله حتى زوين. هادشي باقي غير تيتخلط، اما لا تسلو حيت حتى تيبقى يومين 3 ايام عاد تيخرج داك الذوق ديالو زوين. اما هذا دابا عاد الذوق زوين. هذا راه كلشي غلا كلشي، يعني ندير انسان غير هاد المقادير هادي تبارك الله راه خرجات كميه. هانتوما البنات راني درتو هنايا، درت التبصيل فوق الميزان ودرتو للصفر وعبرتو راه فيه 1743، يعني بحال 2 كيلو لارو، فايته كاع 2 كيلو لارو، يعني مزيانه، طالع رخيص بالضبط. ما طلعش الحساب، ولكن غتكون ديك 100 درهم هكاك بزيت العود ما عندي في الدار ونص ربعه الزبده وكل شيء رابعه خير. ها السلو ديالنا كمل اللي بالحمص، حقيقه والله حتى الذوق ديالو واعر، جا خطير زوين. تتبان لكم ولكن راه مدكوك هذاك الطبسيل تبارك الله. هاد 2 كيلو قل شي حاجه قريبه الرابعه هكذاك. غزال جا تبارك الله، داك اللي غتزين بسيط يطلع رخيص خير وبالصحه والراحه. نتمنى تشربوه ان شاء الله. شتي شحال فيه؟ كيتقطع بحال شي حلوه. تبارك الله. الناس كيفاش جا.